السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لو مشتركتش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمتي كل عشان يوصلك مني كل جديد. يا ريت لايك للفيديو لو عجبك. يلا بقى معانا لو عندنا كراتين زي دي كده. طيب طبعا بنجيب حاجات كتير وبيبقى في كراتين وكده فبنرميها. لا احنا مش هنرميها، هنعمل مع بعض ديكور تحفة النهاردة من الكراتين دي. اول حاجه معايا هعملها اني هاخد الكرتونه دي. انا عايزاها من النص كده، الاربع زوايا اللي انتوا شايفينها دولت. هقصهم لحد النص كده بالظبط. طيب خايفه ان انت ايدك تعمل؟ لا، انت ممكن تجيبي قلم ومسطره وبتقيسي وبتروحي عامله ايه يعني ظابطه المقاسات وتروحي قصه على قدها. لو بتعرفي تعملي زي تمام. احنا بعد ما قصيناهم وقصيت الحروف بتاعتها اللي فوق ديت، تنيت الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت، عشان كده بقولك هنقسمها بالنص. كده بقت متينة اكتر. هي اصلا الكرتونة قوية، خليناها قوية اكتر. وجبت كمان الغطا بتاعها وخليته كفر للجزء اللي تحت علشان خاطر القاعدة كمان تبقى معايا قوية ومتينة. دي بقت معايا عاملة كأنها خشب بالظبط، بجد كانت جميلة جدا. هنبتدي بقى بعد ما عملنا الاتنين. هجيب بقى الجزء اللي احنا سيبناه، اللي احنا عملناه من الغطا للجزء اللي تحت. حطيت كده عليه شمع علشان يبقى ثابت وقوي معايا ويخلي ايه، يدي متانة كده للكرتونة بتاعتنا. البطل بتاعنا هنا بقى الخافض اللسان ده. طبعا احنا بنشتغل بيه مع بعض اليومين دولت. بصراحة انا عجبتني شوية فيديوهات في دماغي، حبيت ان انا انفذها معاكم، وشوية افكار حلوة قوي من خافض اللسان ده. هقص كده الخافض دوت، هجيب بالنص بالظبط وبعدين اروح عامله الدايره بتاعته اللي فوق ديت. هروح عاملاها مثلث زي ما انت شايفه. هعمل منها بقى مجموعه كده حلوه علشان تكفي معايا الفكره بتاعتي. كده قصيت معاكوا اهوت الفكر شويه من الحاجات. وجبت كمان ستيكر، انا عايزه بس الشغل معايا يبقى متفنش مظبوط. فجبت بقى ستيكر. ده طبعا الستيكر ده على حسب اللون اللي انت عايزاه على فكرة. مم. بس اللون ده لقيته مناسب جدا مع لون الخشب، والفكرة بتاعتي هيبقى شكله جميل. طيب انا هغلفها ازاي؟ انا هغلفها من بره بس، مش هغلفها من بره ومن جوه. علشان خاطر انا مش هحتاج جوه في حاجة. فانت عايزة تغلفيها من جوه تمام، بس انا هغلفها من بره بس، مش هحتاج جوه ومش هيبان اصلا. وهتلاقي في الاخر الفينش بتاعك جميل جدا، دي اهم حاجة. لزقنا كده حواليها وبعدين بنعمل الجناب. بصراحة هتبقى ان شاء الله حاجة قوية وجميلة جدا، هتعجبكم جدا. لزقت الجناب معاكم اهوت. كده بقى خلاص، انا كده فاضل الجزء التاني هقفله واوريكي دلوقتي هنعمل ايه دلوقتي بتاعة التانية دي. طبعا انا هغلف واحدة بس وياكم وهغلف التانية واوريها لكم الاتنين مع بعض دلوقتي. كده بقى انا غلفت الاتنين. بصي التقفيل من بره جميل وحلو جدا. هبتدي اعمل ايه بقى؟ هجيب الخشب بتاعي معايا اللي احنا قصيناه، وهبتدي ان انا الزقه بقى بالطريقة اللي احنا هنوريها لكم دي. هجيب بقى مسدس الشمع وهبتدي الزق واحدة زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة اتك على الشمع علشان خاطر يثبت معايا وايه وما يفكش بسرعة. طيب التانية بقى انا مش هلزقها فيها، هسيب كده تقريبا زي ايه، نص سنتي كده، كام ملي، علشان خاطر ايه، تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة تحفة تحفة. في الاخر بجد لو مشيتي على النظام ده، واهم حاجة تخلي ايدك متساوية ما بين كل واحدة والتانية، نفس المسافة بالظبط. ما تزوديش ولا تقللي ما بين كل واحدة والتانية، عايزاهم مظبوطين. الديكورات دي طبعا بنروح نشتريها غالية جدا من بره دلوقتي، حاجة كده يعني مش عارفة ايه الاسعار دي. لكن احنا بقى هنعمل مع بعض الحاجات ونظبط الدنيا. نعمل حاجات مش مكلفة وفي نفس الوقت ديكورات تحفة جدا، ومن حاجات بسيطة خالص. كده بقى انا بلزق كمان الجنب اهوت معاكو. هنلزقها عليها كلها داير ما يدور. في كل الجوانب، يعني انا همسك الجوانب كلها والزقها زي ما انت شايفة كده.
جزء، وبعد يجي نص سنتي كده ألزق التانية، وهكذا لحد ما اخلص العلبة بتاعتي كلها. زي ما انتوا شايفين كده، خلاص كده انا خلصت اهوت، وهخلص بقى الجزء التاني. طيب الحتة دي ممكن لو في حتة جت نص كده ممكن نقصها ونكمل. كده انا خلصتها اهوت. بصي شكلها جميل قوي ازاي، ما فرقتش حاجة عن الديكورات اللي جاية من بره او اللي احنا اشتريناها خالص. عملت بقى كمان التانية زيها بالظبط، وهجيب معايا ده عندي خيط صوف لونه قريب شوية كده من لون الخيش، ويمشي معايا في الفكرة بتاعتي. طيب انا لو ما عنديش صوف، عندك بقى خيط خيش، خيط مكرمية، برضو اللون اللي انت عايزاه ده بتاعك انت. يعني ممكن ما تعمليش بالالوان ديت، تعملي خيط ملون، اي لون انت حباه، تديلها منظر تاني خالص. انا هلف عليها كده داير ما يدور في النص بالخيط، وبعدين هلف بقى عليها كذا لفة كده. عايزة يبقى عليها يجي 5 6 7 لفات كده، على حسب ما انت يعني عايزة بصراحة. كده بقى خلصت اهوت. هقص بقى الزيادة واثبت معايا ايه حرف الخيط معايا زي ما انت شايفة كده. هعمل التانية برضو بنفس الطريقة كده، وهجيب برضو الخيط وهبتدي ان انا الزقها واعملها زي ما انتوا شايفين. زي ما عملت التانية بالظبط هعمل ديت كمان، يعني يعني نفس الطريقة. هلزق بس أول خيط بس عشان يبقى مكانها ثابت معايا وحلو، وبعدين أروح ماشية عليها داير ايه ما يدور كده 5 6 لفات، وبعدين أروح قصة ومثبتة الخيط معايا. شكلها جميل جدا، مش مكلفة خالص، ما كلفتنيش أي حاجة. او جبت حتة خيط كمان كده وعملتها ربطتها كده من على الحرف وثبتها كده، تبقى منظر بس كده. عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة تعمليها عادي. زي ما قلت لك الستيك بتاع خافض اللسان دوت رخيص جدا مش غالي. العلبة كنت شارياها ب10 جنيه، دلوقتي مثلا ممكن تبقى عاملة 15 جنيه. فيها 100 وحدة، بتقدري ان انت تنفذي بيها حاجات كتيرة جدا. جيت بقى في أرضية الكرتونة معايا، حطيت سفنج فل أي حاجة بس أقدر إن أنا أزرع فيها الورد بتاعي الجميل دوت. ده أنا كنت جايباه من قلب القاهرة. بس بصراحة أنا مش فاكرة أسعار، ولو في أسعار يعني هتلاقي الأسعار يعني عدت دلوقتي، يعني هتلاقي الأسعار بقت الضعف مثلا. فانا مش فاكره اسعارهم، انا كنت جايباهم وركناهم عندي. لما جت الفرصه عملت بيها الفكره بتاعتنا الجميله دي. جبت بقى الشريط دوت، بنجيبه من اي مكتبه عادي هتلاقيه موجود. خدت كده مقاس العلبه بتاعتي من النص كده، وبعدين رحت حاطه الزرع الاخضر دوت. بصي بيدي كده شكل جميل قوي 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 للفكره بتاعتنا، ويوديها في حته تانية خالص. طيب انا دولت هستعملهم ازاي؟ هجيب كده المقص، واجيب عندي الطول اللي انا عايزاه، واروح عامله عليه بالراحه كده بالمقص واتنيه كده، بيروح مقطوم الحديد بتاعه على طول. يعني ما بياخدش وقت وما بيضايقكيش، يعني انت اول ما بتقطميها كده بتروح مقطومه معاكي. هعمل بقى العلب البتاعه اللي في ايدي دي، وهعمل التانية كمان زيها كده بالظبط، عشان تبقى سهلة علينا ونقدر ان احنا ايه نظبط بيها الفكرتين بتوعنا الجمال دول. كده انا قصقصت ديت اهيت وديت الاتنين مع بعض. هبتدي بقى امسك واحد واحد كده اوزعه وايه، واخليه يثبت في قلب السفنجة او الفل اللي احنا حطيناه تحت، علشان يبقى ثابت معايا ويبقى ما يقعش. يعني مش اقل حركة توقع الديكور معايا ويوقع منه الزرع والجمال اللي انا شايفاه ده. بجد بجد مكنتش متخيلها هتبقى تحفة جميلة قوي كده يعني. شكلها حلو قوي، والخشب ده لو انت عايزة تلونيه ممكن تديله لون مثلا، تدهنيه مثلا لون معين وتحطيه لو انت عايزاه الوان خشبية بس كده. بصراحة شكله حلو قوي قوي. انا من وجهة نظري هي عجباني جدا، ومحدش شافها الحمد لله ولا ما عجبته بصراحة يعني. يا رب ان شاء الله تعجبكم كده، وهستنى رأيكم في الكومنتات، عشان انا بحب قوي اقرا تعليقاتكم واشوف ردود افعالكم، بتعجبني جدا لما بقراها بصراحة.
كده بقى انا خلصت الفكرة بتاعتي الجميلة دي. بصي، حتة كرتونة كنا هنرميها وحب صغننين كده منخفض اللسان من اللي احنا جبناها، وشوية زرع كده. يعني بصي، عملوا فكرة بنشتريها من بره غالية جدا دلوقتي، واحنا عايزين نظبط الحاجات كده. والله ممكن تقدميها كمان هدية جميلة قوي. يا رب تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.